السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. انا رجعت معكم اليوم بفيديو جديد من بعد ما غبرت واحد شويه تاني، غير مع الظروف ومع التصوير كشت شويه الوقت وانا عندي تربيه صغيره ما كيصلحش ليا انني ديما نبقى نصور، داكشي كنغبر مره. المهم اليوم جيتكم بهاد القريشلات بلديين او القريصات كلش كيقول ليهم. كيجيو زوينين، كيجيو مفشفشين وكيجيو خفاف وفي نفس الوقت ساهلين واقتصاديين وكيعطيونا كميه كتيره. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، غنقول لكم على كاع الاسرار اللي كيخليوهم يجيو طريين وكتبقى داك الطراوه ديالهم لمده اطول، واخا تخليوهم حتى سيمانه برا ديال الثلاجه. فاش كتسخنيهم كيجيو بحال عاد يلاه صايبتيهم داك النهار. تفرجوا معايا الفيديو حتى الاخير. غادي نحتاجو نص اطرو ديال الحليب اللي يكون دافئ ماشي سخون بزاف. المهم غير فاش ديري كيسخن ديري صبعك القياس ديال الحراره اللي غتقدر تحملها صبعك، ما يكونش سخون بزاف. وجوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز، قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق ما تكتروش غير واحد شويه. وغنضيفو كاس ديال السكر حبيبات اي سكر سنيده، وغنضيفو كاس ديال الماء دافئ اللي هو تا هو ما يكونش سخون بزاف. كما سخنتو الحليب غتسخنوا داك الكاس ديال الماء يكون غير دافي شويه وصافي. وجوج بيضات، تقدروا ديروا حتى 3 ديال البيضات الا كانوا صغار. واحد الساشي ديال الفاني كيبقى اختيار حيت حنا غادي نسمو حبه حلاوه، ولكن انا مع البيض باش كنتفادى داك الريحه ديال البيض كنزيد هاد الساشيه ديال الفاني. صافي نحاولوا نخلطوا المكونات كاملين. وغنديروا هنا واحد معلقه كبيره ديال حبه حلاوه وجوج معالق كبار ديال الجنجلان اللي يكونوا شويه محمرين، وكذلك داك حبه حلاوه حتى هي صهتها واحد شويه باش تطلق داك الريحه ديالها. وهنايا السر ديال الطراوه ديال هاد الخبيزات اللي كيخليهم منفوخين ومفشفشين وما كيهبطوش واخا كتجبديهم من الفران كيبقاو شادين فراسهم، هي هاد جوج معالق ديال الخل اللي زدت كما شفتوا. جوج معالق ديال الخل زيدوهم وكيخليوهم طريين لمده اطول وكيبقاو منفوخين وكيجيو خفاف. وكذلك غنضيفوا كاس لارب ديال الزيت النباتيه، وغنحاولوا نمزجوا المكونات ديالنا مزيان مع بعضياتهم، ندخلوهم في بعضياتهم كما كتشوفوا. هنايا باقا انا كنخلط غير بالفوي بحال هكايا. وهنايا عندي كيلو ديال دقيق الفرص المزيان اللي غربلته من قبل، ضروري غربلوه باش كيجيوكم القريصه ديالكم منفوخين وكيجيو منفسين من الداخل. هنايا غادي نضيف ساشيه ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، كتبقى اختياريه الا بغيتو تستغناو عليها تستغناو، ولكن خصوصا الا كان الحال بارد من الاحسن انكم كتضيفوها، كتعاون شويه في الخميره. وانا مع التصوير كنبغي نسالي الفيديو دغيا ونبغيهم يخمروا دغيا كنضيفها. وصافي هنايا حطيت الفوي بديت كنخلط بيدي غير بيد وحده، ما تحتاجوش انكم تدلكوهم بزاف ولا راه غير بيد وحده باش كنجمع الدقيق مع المكونات الاخرين. كما شفتوا درت نص كيلو الاول وضفت نص كيلو الثاني. وكذلك غادي نضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال الدقيق. هاد العجينه دات ليا بالضبط كيلو و100 غرام تقريبا ولا 150 غرام ديال الدقيق، حيت في الاول درت كيلو وبانت ليا العجينه باقا شويه خاصه شويه ديال الدقيق. ضفت كاس ديال العنبه عامر مزيان، صافي جاتني العجينه هي هذيك في القياس. هانتوما كتجي على هاد شكل العجينه، ما كتكونش جاريه بحال ديال السفنج وما نخليوهاش قاصحه باش يجيونا القريصات ديالنا مفشفشين وكيجيو خفاف ما يجيوكمش ثقال. هانتوما فاش كتبقاو تجمعوا بها كتبقاو تلعبوا بها بحال هكا، ما كتبقاش تسيح ليكم وكتجيش ثاني قاصحه. وصافي هنايا دهنت هذا المول بالزيت جاني صغير باش انه تجمع ليا العجينه وتخمر دغيا، حيت القصريه عندي كبيره. صافي حطيتها فيها بحال هكايا وغادي نغطيها بابي سلوفان وغنخليوها تخمر واحد المده ديال ساعه ساعه الا رموم على حساب البلاصه فين غتحطوهم. الا حطيتهم في بلاصه اللي هي سخونه راه دغيا غيخمروا. صافي هنايا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل كما كتشوفوا، غنحاول انني نحيد منهم داك الهواء ديالهم وغنبدا نخدم بهم. وضروري خليوهم يخمروا مزيان، هما كل ما كانوا خمروا مزيان كينجحوا معكم وكيجيو خفاف. داك الخفه ديالهم غير من الخميره، كل ما كانوا خمروا مزيان غيجيوكم خفافين. الا ما خليتوهمش ياخذوا حقهم في الخميره غادي يجيوكم مدقسين وغيجيوكم ثقال. صافي هنايا من بعد ما كنحاول نحيد من هذاك الهواء ديال الخميره على هذا الشكل بحال هكايا. صافي وغنخليوه نرجعهم للاناء وغنبدا نشكلهم قريصات كويورات. والشكل كيبقى القياس ديالهم كيبقى على حساب الرغبه ديالكم، واش بغيتوهم كبار ولا صغار. انا درت الحجم المتوسط، ما درتهمش صغار بزاف وما درتهمش ثاني كبار بزاف. راه تشوفوهم معايا في الاخر ديال الفيديو حيت تبارك الله مازال كيزيدوا كيخمروا، كنخليهم يخمروا واحد شويه دابا ومازال فاش كيدخلوا للفران ثاني كيزيدوا يطلعوا وكيكبروا. هانتوما القياس اللي درت انايا تقريبا شي ما عقلتش بالضبط، وقيله 20 حبه اللي خرجت ليا هاد العجينه هذه.
تقريبا شي 20 حبه ولا ما بين 18 حبه و20 حبه اللي خرجت ليا هاد العجينه. الا درتوهم صغار راه يقدروا يوصلوا لكم حتى ل 30 35 حبه الا درتوهم صغار. انا درتهم شويه ماشي كبار ومعموم الحجم المتوسط. هانتوما هنايا من بعد ما ساليتهم كاملين راه فرشت بابي ديال الطبخ في اللاطه ديال الفران، ولا تقدروا دهنوها غير بالزيت وكتحطوا فيها تستفوا فيها الكريسات، وحاولوا ديروهم متسعين شويه على بعضياتهم حيت فاش كيبداو يطيبوا كيتنفخوا وغادي يتلاصقوا لكم في الفران. وخليتهم خمروا واحد شويه، من بعد ما خمروا غير واحد 10 دقائق صافي دهنتهم بشويه ديال البيضه كامله، ما درتش غير الصفر حيت حتى داك البيض ديال البيض كيعطيهم داك اللمعه. درت معاه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان باش تحيد من هذاك الزفوريه ديال البيض، ودهنتهم على هاد الشكل كما شفتوا. رشيتهم بشويه ديال الزنجلان من الفوق اللي ماشي محمر، الزنجلان عادي حيت مازال فاش غاديرهم في الفران غادي يتحمر، الا درتوه محمر غادي يتحرق لكم. صافي رشيتهم شويه ديال الزنجلان على هاد الشكل كما كتشوفوا. والفران راني شعلته سخن قبل مزيان من قبل. صافي وغادي نخشيهم كنجعلوا ليهم غير من التحت حتى يبانوا لينا تنفخوا، بداو كيتحمروا من التحت، بداو كيطيبوا من التحت، كتطلع ليهم الحموريه في الجناب، عاد كنشعلوا ليهم من الفوق باش انهم يتحمروا من الفوق، وخليوهم على حراره ديال 180 درجه باش يطيبوا على خاطرهم، ما تجهدوش ليهم، غادي يطيبوا دغيا ويجيو شويه مدقسين، حتى الحراره عندها دور. صافي هانتوما هنايا من بعد ما درتهم في الفران اللاطه الاولى راه كانت حتى طابت، عاد دخلت الثانيه وصافي رجعتها غير لتحت غير باش تشد غير شويه د الحموريه، حيت فاش شعلت الاخرين من الفوق الاخرى رجعتها لتحت غير باش تزيد شويه تحمر، كان باقي خاصهم شويه ديال التحمار وبغيتهم غير باش يتحمروا غير بداك الصاد رجعتهم من التحت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا كنورك عليهم وكيعاودوا يتنفخوا، كيجيو مفشفشين وكيجيو خفاف، ما كيجوش مدقسين نهائيا كما كتشوفوا. انا كنورك عليهم وهما تبارك الله كيعاودوا يطلعوا. نتمنى ان شاء الله انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، والا عجبوكم ما تنساونيش من التعاليق ومن اللايكات ومن البارطاج مع الصحاب والحباب. ونتمنى ان شاء الله نكون فتكم بهذه الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتردوا عليا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهم كما قلت لكم، داك 2 معالق ديال الخل اللي كنديروا ليهم كيخليهم طريين لمده اطول حتى سيمانه برا الثلاجه، ما تخافوش عليهم كيبقاو كما هما بحال ديال لا صايبتيهم. وكذلك تقدروا ديروهم في السوبيره وتخليهم في المجمد لمده حتى ديال الشهر، كتجبديهم بحال ديال لا صايبتيهم داك النهار. ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. هنا غنكون ساليت معكم لا فيديو، نتلاقاو مع فيديو جديده وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير وبسلام عليكم.